تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، يصحبكم في جولتها نور الدين خليفة، وأبدأها لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. الإريتريون في القاهرة يحتفلون بعيد الاستقلال. تطوير التعليم في أنتوري. حملة تطعيم ناجحة للماشية في لوغو عنسبة. الصين تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ترامب يطلب تمويلا إضافيا بهدف العودة إلى القمر. وقوات من الجيش الأرجنتيني تهرع إلى قصر الرئاسة. وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة إليكم الأنباء بالتفصيل. احتفلت الجالية الإريترية في القاهرة بالذكرى 28 لاستقلال إريتريا تحت شعار الثبات على الصمود للتنمية. وفي مراسم الاحتفال التي شارك فيها عدد غفير من المواطنين، ألقى سفير إريتريا في جمهورية مصر العربية السيد فاسيل جبرسلاسي كلمة أوضح فيها بأن سر تجاوز الشعب الإريتري بنجاح للمؤامرات والدسائس التي خيضت ضده لفترة 60 عاما هو صموده القوي وتصدي الواعي، مشيرا إلى أن هذه القيم سوف تصنع المعجزات في فترة السلام الراهنة المبشرة. كما ألقى المدراء التنفيذيون في الجالية واتحادات الشباب وطلبة إريتريا والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية كلمات تؤكد جاهزيتهم اليوم أيضا كالأمس. نظم طلاب المراكز الفنية في ساوا في 11 و12 من مايو الجاري عروضا فنية بمناسبة الذكرى 28 لعيد الاستقلال في إطار الأسبوع الشبابي المنظم تحت شعار الشاب المتسلح بالمعرفة الأكاديمية والمهنية أساس التنمية الوطنية. وأوضح مسؤول الشباب في المركز الشاب كوبيل تخلي أن البرنامج المنتظم بالتزامن مع أسبوع الاستقلال يرتكز على المجالين الأكاديمي والفني، ويشتمل على منافسات المعلومات العامة وفن الخطابة والمناظرة والقصائد الشعرية والرواية ورقصات تراثية وعصرية. كما أشار مراسل وكالة إيرنا بأن البرامج عكست تفتيش ميول وقدرات شبابية كامنة تبرز الثمن الباهظ المدفوع لنيل الحرية، وكانت منافسات الرسم وعروض الأزياء التراثية والعصرية جزءا من أنشطة ذلك الأسبوع. وذكرت الشابة منصورة إسماعيل مسؤولة الشباب بساوا والمؤسسات التعليمية العليا بأن الأسبوع نظم بالتعاون بين الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا ومركز ساوا للتدريب المهني. كما يجري العمل في هذا الجانب حتى في المؤسسات التعليمية العليا، مشيدة بالجهات المساهمة لإنجاح البرنامج. وفي الختام قدمت الجوائز للفائزين على مستوى الأفراد والفرق. جرت في 13 ضاحية بمديرية لوغو عنسبة حملة تطعيم ناجحة للماشية بتعاون إدارة المديرية وقسم الثروة الحيوانية في إقليم القاش بركة. وقد تم في الحملة تطعيم حوالي 31 ألف رأس من الماعز والأغنام وأكثر من 13 ألف رأس من الأبقار من 3 وحتى 12 من مايو. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية في إقليم القاش بركة الدكتور تخلصقي تكيئة أن البرنامج نفذ في ضواحي لبان وحبلة وقران خدو وديدا وطلال ومغركة ودبر عد حنس ودك شحاي وملزناي وعدن أمن ودك زرقو ودرسناي وأدينا. وقال إن أنشطة التطعيم الجارية تسهم جيدا لضمان صحة الماشية ورفع إنتاجيتها، مشيرا إلى إجراء الفحوصات البيطرية للماشية في عدن أمن ودرسناي وغداغد وأدينا. كما أشار أصحاب الماشية إلى أن التطعيم يحقق نتائج مرضية، مناشدين لوضع حد سريع للأمراض الحيوانية التي تظهر على فترات. ودعا مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس أصحاب الماشية إلى الاستفادة الجيدة من برنامج التطعيم والإسراع لإبلاغ الجهات المختصة إذا ظهرت أمراض فجائية. وتبعد لوغو عنسبة مسافة حوالي 34 كيلومترا إلى الغرب من أسمرة، وهي إحدى مديريات إقليم القاش بركة 16. في إطار الجهود الحثيثة الجارية لمكافحة الملاريا،
أوضح عن انخفاض ظاهرة الملاريا هذا العام في مديرية أفعبت. وذكر المدير الطبي لمستشفى أفعبت الممرض أسرات أمينة في التقرير الذي قدمه في إطار الاجتماع المنعقد لتقييم أوضاع المرض في المديرية، ذكر بأن ظاهرة المرض هذا العام كانت بمستوى الوباء، مشيرا إلى إصابة 58 شخصا من أصل 816 شخصا تم فحصهم في مدينة أفعبت، و9 آخرين تم فحصهم عبر الطبيب الميداني من أصل 125. وبحث المشاركون حول دور ومسؤولية المجتمع ولجنة صحة القرى والمؤسسات الصحية ومدراء الضواحي والأطباء الميدانيين للحد من المرض عامة ودفن أماكن توالد البعوض والبرك والمستنقعات، واتفقوا للعمل بمهام المتابعة بمسؤولية جادة. من جانبه ذكر المدير التنفيذي لمديرية أفعبت السيد أبراهام فسها بضمان الصحة البيئية من أجل القضاء على الملاريا، موضحا عن إجراء أنشطة نفير أسبوعي في كافة الضواحي. وقد شارك في المناسبة المدراء في المديرية وكذلك مدراء الضواحي والمهنيون الصحيون والأطباء الميدانيون. أشار مدير مدرسة إمبرمي الابتدائية والمتوسطة الأستاذ محمد يحيى إلى ارتفاع المشاركة في مائدة التعليم وخاصة الطالبات. وأوضح الأستاذ يحيى أن المدرسة تقدم الخدمات التعليمية لمناطق إمبرمي ومعشيات ودبة أمير، حيث ارتفعت نسبة المشاركة هذا العام في الابتدائية بنسبة 11% والإناث بنسبة 5%. وذكر الأستاذ محمد عن ارتفاع المشاركة الطلابية العامة لهذا العام بنسبة 27% ونسبة مماثلة في الإناث، مشيرا إلى أن هذا التطور والتقدم جاء بفضل جهود المعلمين والآباء والمدراء. وأفاد بأن الروضة التي افتتحت في العام الدراسي 2018-2019 تقدم في الوقت الحالي الخدمات التعليمية ل40 طفلا، معبرا عن أمنياته الكبيرة بأن يسهم ذلك في تحسين التعليم الأكاديمي. وذكر المواطنون بأن الخدمات الاجتماعية المشيدة في مناطقهم ظلت تخلق الاستقرار في حياتهم المعيشية، موضحين بأن الإنجازات المحققة في مشاركة الطلاب في التعليم الأكاديمي وخاصة الإناث خير مثال لذلك. وتقع ضاحية إمبرمي على مسافة 12 كيلومترا من جهة الشمال الغربي لمدينة مصوع. تم إدخال معدات التحاليل الطبية وتوظيف فنيي التحاليل في مركز قلب الصحي في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية في المديرية. وأوضح مسؤول المركز الصحي الممرض سمرة تسفاي أن المرضى كانوا يضطرون للتوجه إلى فلدرب وكرن لإجراء التحاليل الطبية قبل إدخال المعدات إلى المركز بداية هذا العام. ويقدم المركز الصحي الخدمات لأكثر من 30 ألف مواطن في رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم والخدمات الصحية العامة. ودعا السكان لإكمال المشروع الذي انطلق لحل ضيق غرف المركز الصحي. وقال الممرض سمرة بأن ارتفاع الولادة في المركز الصحي يعكس تنامي الوعي الصحي، داعيا كافة قطاعات المجتمع للقيام بدورهم لدفع الحوامل للولادة في المؤسسات الصحية. أفاد مراسل إيرنا بأن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف العاتية التي هطلت في حلحل وقرقرقرسي بمديرية سلعة أوردت خسائر في البشر والماشية والممتلكات. وقد تسببت الأمطار التي هطلت في 11 من مايو الجاري في ضواحي حلحل وقرصت ورهية وفشنبكو وقبي ألبو لحوالي ساعة ونصف في أحداث أضرار بالغة على المدارس و5 هكتارات من البساتين. كما اقتلع سقف مدرسة ذو 5 فصول تستقطب أكثر من 1100 من الطلاب بالكامل، لا سيما 5 منازل. في غضون ذلك هطلت أمطار غزيرة في 13 و14 من مايو الجاري في منطقة قرقرقرسي، وقد تسببت السيول في وفاة 9 أشخاص ونفوق 250 من الماعز والضأن. وأفادت المعلومات الواردة بأن 6 من الضحايا 8 هم أفراد أسرة واحدة وشخص واحد أصيب بالبرق. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم.
قالت الصين إنها ستفرض رسوما على 60 مليار دولار من السلع الأمريكية بداية من يونيو المقبل في تصعيد للحرب التجارية بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام من قرار الإدارة الأمريكية بمضاعفة الرسوم على السلع الصينية المستوردة. وأدت هذه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى هبوط في الأسعار المالية، إذ سجل مؤشر داو جونز تراجعا بنحو 600 نقطة. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رفع الرسوم، ولكن بكين لم تكن لتتحمل إجراءات ليست في مصلحتها. ورفعت الصين الرسوم على 5000 سلعة أمريكية بنسب تتراوح ما بين 5% و25%. وكانت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة انتهت في واشنطن دون اتفاق. وعلى الرغم من فشل المفاوضات التجارية، قال ترامب إن بلاده لها علاقات جدية مع الصين، وإن البلدين سيتحدثان في قمة الدول العشرين المقررة يومي 28 و29 من يونيو في اليابان. طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس زيادة إنفاق إدارة الطيران والفضاء ناسا العام القادم بمقدار 1.6 مليار دولار من أجل الوفاء بالهدف المعجل بعودة الأمريكيين إلى سطح القمر بحلول عام 2024. ويأتي طلب زيادة الإنفاق الذي أعلنه ترامب على تويتر بعد قرابة شهرين من إعلان مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي هدف ناسا تقليص المدة الزمنية لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر لأول مرة منذ عام 1972 بواقع 4 سنوات. وسوف ترفع الزيادة المقترحة إجمالي إنفاق ناسا في السنة المالية 2020 إلى 22.6 مليار دولار. وأظهر ملخص قدمته ناسا أن معظم الزيادة المخصص لعمليات البحث والتطوير الخاصة بنظام لهبوط البشر على القمر. قال مسؤول في المكتب الصحفي الرئاسي بالأرجنتين إن قوات الجيش والشرطة الاتحادية هرعت للتصدي لتحذير من وجود قنبلة بقصر الرئاسة في بيونس آيرس أثناء وجود الرئيس موريسيو ماكري هناك يوم الاثنين، وذلك بعد ساعات فقط من اعتقال رجل أثناء محاولته دخول المبنى وبحوزته مسدسا. وأرسل الجيش فريقا لفحص وتأمين مداخل القصر الذي يضم أيضا مقر الحكومة، ولم يتم العثور على أي سيارة بها متفجرات، كما لم يتم إخلاء المبنى. وقال مكتب الرئيس الأرجنتين في بيان منفصل إن التحذير من وجود قنبلة جاء بعد ساعات من إلقاء القبض على رجل بحوزته مسدس زعم أنه على موعد مع الرئيس طالبا مقابلته، لكن جدول ماكري لم يكن يتضمن مثل هذا اللقاء. ركض حوالي 300 متنافس عبر نهر من الطين، انزلقوا وتدحرجوا وتمرغوا في الوحل السميك خلال السباق السنوي في بريطانيا. السباق الذي أقيم لأول مرة عام 1973 في مدينة مالدونا الساحلية على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق لندن، يجذب المنافسين من جميع أنحاء أوروبا. ويخوض المتنافسون السباق في وحل نهر بلاك ووتر خلال الجزر المنخفضة، ويرتدون ملابس تنكرية من أجل جمع المال للأعمال الخيرية. وفي نسخة هذا العام كان كريستوفر لي أول رجل يصل الضفة الثانية، فيما كانت شانون روسيل أولى النساء. إلى هنا مشاهدينا الكرام نختم نشرة الإخبارية لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم، إلى اللقاء.